النهارده هنعمل البيتي فور مع بعض. هنعمله بمقدار سهل جدا ونتيجه مش عايزه اقولك على حلاوتها. استحاله تجربيه وما يطلعش معاكي بالنتيجه الممتازه الروعه اللي احنا هنعمل بيها النهارده. جربي مقاديرنا تعجبك جدا جدا، هتطلعي احلى بيتي فور ممكن تعمليه. اول حاجه نسمي الله، ننزل في الكومنتات، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عندي كيلو من الدقيق بكون داخلاه طبعا، باخد منه 3 معالق كبار واحط عليه رشه ملح واقلبه واسيبه كده على جنب. يبقى انا كده اول حاجه جهزتها عندي الدقيق. هجيب بوله فاضيه بعد كده وهنزل فيها بنص كيلو من الزبده. الزبده دي بدرجه حراره المطبخ علشان احنا في الشتاء، لكن لو في الصيف هتبقى بدرجه حراره التلاجة، لازم تبقى طالعه من التلاجة. وعندي عليهم كمان 250 جرام من السمنه. انا استخدمت سمنه بلدي، بيفرق جدا 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 في الطعم. يعني مش قادره اقولك. هنا بدمجهم الاتنين مع بعض عشان اقدر اشتغل فيهم بالمضرب. هنزل عليهم كمان ب 250 جرام من السكر البودر المطحون اللي انا بطحنه في البيت، ما بطحنوش بره. بعد كده بالمضرب الكهربائي بديهم ضربه حلوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه لما تبقى عندي هشه وكريميه بالطريقه دي. هكون مجهزه عندي بيضه كامله واتنين اصفر بيض. هنزل اول حاجه بالبيضه وهبدا اخلطها حلوه قوي لغايه لما تختفي معايا، وبعد كده هنزل بالاتنين اصفر بيض. لغايه كده مقاديرنا سهله جدا. بالطريقه دي كده نزلت بالاتنين اصفر بيض، هضربهم ضربه حلوه قوي مع بعض لغايه لما المكونات تبدا تختفي عندي خالص، البيض يختفي جوه الخليط وتبقى عندي كريميه بالشكل ده. وطبعا رشه فانيليا مع البيض ده اساسي، ما بضيفش بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص نهائي. بعد كده نزلت بنص كميه الدقيق بديله تقليبه كده، وبعد كده هنزل ببقيه الدقيق وهبدا بقى اشتغل بايدي علشان ابدا ان انا اعجنها حلو. ما بتتعجنش كتير، اول ما تلم معايا خلاص تبقى العجينه طريه وملزقه في ايدك جدا. بجيب ايدي النظيفه وابدا امسك بها العجينه بلاقيها مش ملزقه. طيب او بغسل ايديا وابدا امسك بها العجينه، بتبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اتلزق في الايد بس على خفيف، وفي نفس الوقت لو مسكتها بايدك ما تلزقش قوي. خدت جزء من العجينه ضفت عليه معلقه من الكاكاو الخام الاسباني، وهنزل عليهم بمعلقه من السمنه البلدي، وهبدا اخلطهم حلو قوي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. معلقه السمنه عشان تعادل معايا الكاكاو اللي انا ضفته، تفضل العجينه معايا طريه علشان ما اشتغل بالكيس تبقى العجينه معايا لينه وسهله ما تتعبنيش. هجيب عندي كيس الحلواني، وطبعا البلبله بتاعتي البيتي فور كلنا عارفينها، انا اشتغلت الصراحه باتنين. ده اول شكل انا اشتغلته بالطريقه دي. سهله جدا العجينه وبتشتغلي بيها بمنتهى البساطه. بقسم العجينه نصين في الكيس الحلواني علشان مش تبقى تقيله على ايديا ومش تقيله على الكيس كمان. انا اشتغلت هنا، دي اول فورمه اللي عملتها ودي تاني واحده عملتها بالطريقه دي. سهل جدا في التشكيل، مش بيتعبك ولا اي حاجه لان المقدار سهل ومظبوط. طب لو حابه تشتغلي بالمكنه هدخله التلاجة معايا نص ساعه، هطلعه اشتغل بيه في المكنه تحفه. ده بقى اللي انا عملته بالكاكاو، بقطعه بنفس الطريقه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا عندي بقى عملت في صواني كبيره لاني كنت هسوي في فرن كبير، فكان يعني قلت اعمل بقى صواني كبيره تبقى سهله معايا في السرعه يعني، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طيب انا اخدت كمان جزء من العجينه وضفت عليه لون احمر. اداني بيتي فور احمر شكله تحفه صراحه، لونه طلع روعه. يعني مش قادره اقول لك حلاوته. بقى عندي بعد السوا بعد ما دخلته الفرن هيطلع معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دلوقتي. ده قبل ما ادخله الفرن انا عملت الكميه دي، وكان لسه فيه كمان صينيتين من المقدار اللي انا قلت لكم عليه. بدخله فرن على درجه حراره 160 من تحت، بس ما بفتحش عليه الشوايه، انا ما بحبوش ياخد لون معايا. اول ما طلع من الفرن بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من تحت لونه كده يا دوبك واخد دهبي خفيف، ومن فوق يا دوبك برضو ملون على خفيف كده، بيطلع معايا تحفه. حتى الحاجه اللي انتي ملوناها بيطلع لونها حلو كده ومش واخده لون غامق ولا حاجه. طبعا البيتفور مش عايزه اقول لك على ذوبانه وحلاوته وريحته، والله من افضل الطرق اللي انتي ممكن تجربيها. عندي بقى هنا شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك بالحليب، وبعد كده سيحتها في حمام بخار مائي، بضيف عليها معلقتين 3 زيت، وبتبقى معايا بالطريقه دي. هنا بحشي مربى بالطريقه دي، بحطها في كيس وبرص. بتسهل عليا جدا، ويمكن علشان انا في التصوير بعمل كده قدامكم، لكن انا في الصواني بتاعتي بقلب على طول في الصواني. بس جيت اعملها قدام الكاميرا مش ظبطت معايا، لقيتها مش واضحه قوي. بقلب في الصواني على طول، اول ما تبرد معايا واروح حاطه عليها الكريمه الشوكولاته، ما بتاخدش معايا نص ساعه بكون عامله كميه حلوه قوي من البيتي فور في ثواني. بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ذوقيه بقى باللي انتي تحبيه. الصراحه يعني كل ما كان تزويق خفيف وسهل بيبقى شكله اشيك وارقى. تقدري تستخدمي اي حاجه انتي بتحبيها، مفيش اي مشكله خالص. ده البيتي فور عندي
بعد ما زوقته ممكن بمربى، بس مربى وجوز هند يعني اللي موجود عندك، ما تقفيش على حاجه، هيطلع معاكي احلى بيتي فور. جربيه على ضمانتي، انا واثقه جدا ان الوصفه دي او الطريقه دي هتفضلي معتمداها العمر كله. من احلى الطرق. اللي هياكل عندك بيتي فور مش هيعرف انت عاملاه ازاي، ولا هيقولك ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، انت عامله حاجه مميزه، حاجه سبيشال زي ما بقوله. يعني بجد بجد هتعجبك جدا. جربي المقدار ده وامشي عليه واعتمديه عندك. متنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو لو الفيديو عجبكم، علشان يوصل لناس كتيره وكل الناس تستفاد. وقولوا لي بقى عملتوا ايه من وصفاتنا اللي احنا عملناها رمضان. عملنا بسكوت وكاك وبيتي فور وغريبه ولانكشاير، وعملنا حاجات كتيره، ولسه هنعمل كمان السابليه، ولسه هنعمل قرص وهنعمل قراقيش، لسه هنعمل حاجات كتيره معاكم، وهنعمل المعمول ان شاء الله نزله لكم بكره. فياريت بس نرفع الفيديو لان الصفحه فيها مشكله، عايزه تفاعل كتير عشان نعالج المشكله دي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.